السلام عليكم. بزاف د الناس تفاجئوا بواحد الرساله وصلتهم البارح ولا اليوم، ولا كاين الناس اللي مازال غتوصلهم من صندوق الضمان الاجتماعي تيقول لهم راه امو التضامن اللي نتوما كتستافدوا منه دابا حبسناه عليكم، ما بقاش عندكم الحق فيه لان المؤشر ديالكم فات العتبه المستحقه اللي هي 9.32. ودابا الا بغيتوا التغطيه الصحيه سيروا تسجلوا في امو الشامل وخلصوا الضمان الاجتماعي على حساب المؤشر ديالكم. شنو كيعني هذا الميساج ولا شنو كيعني لك انت؟ راه مختلفه الحالات، راه الحاله ديالك انت ماشي بحال واحد اخر، والعكس راه كاين بزاف د الحالات وكيفاش خصك تتصرف وشنو كيتسناك من بعد هذا الميساج هذا. اليوم غنعرفكم على هذه الحالات باش انت كل واحد جا هذا الميساج يعرف شنو تابعو ويعرف شنو خصو يدير وفين يمشي وشنو الخطوات اللي خصو يتبع من مور هذا الميساج هذا. تبع هذا الفيديو حتى تلقى الحاله ديالك انت اللي كتنطبق عليك والمواصفات ديالها فيك باش تعرف شنو كيتسناك وشنو خصك دير. الحاله الاولى هما الناس اللي دازوا من الرميد الامو التضامن وما داروا حتى حاجه، صافي قالوا دزنا من الرميد في الاخر ديال 2022 الامو التضامن وكنستافدوا من الامو التضامن اللي ولا بلاصه الرميد راه حنا بخير، ما دار حتى شي خطوه، ما تسجل في حتى شي حاجه. هادو راه توقف ليهم امو التضامن لان المده ديال الرميد ديالهم اللي كان عندهم سالات، كان خصهم يتسجلوا في السجل الموحد ويجيبوا المؤشر قل من 9.32 ويدفعوا الامو التضامن. هاد ثلاثه ديال الخطوات كان خصهم يديروهم. منين جاهم هاد الميساج دابا وفيك هاد المواصفات هادي اللي ذكرت شنو خصك دير؟ ما تلتفتش لديك القضيه راه المؤشر ديالك جا طالع، انت ما عندكش اصلا المؤشر لان ما تسجلتيش. هذه كما قلت الحاله الاولى، واخا كان عندك رميد ويوزوك الامو التضامن خصك تسجل السجل الاجتماعي الموحد انت والاسره ديالك وتسنى تيخرج لك المؤشر. الا لقيتيه قل من 9.32 دفع الامو التضامن عادي وغتقبل وغتستافد. الحاله الثانيه اللي داخله في هذه نيت هما الناس اللي كانوا في رميد وتحولوا الامو التضامن وبقاو كيستافدوا منه وتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد ولكن جاهم المؤشر طالع ورصاو، سواء ما دفعوش الامو التضامن كاع رصاو قالوا حنا كنستافدوا منه بلا ما نجبدوا على راسنا النحل، ولا دفعوا وترفض لهم الطلب. هادو دابا راه خصهم يا اما يديروا التحيين يضيفوا معهم افراد اخرين، المهم يحاولوا بشتى الطرق ان في السجل الاجتماعي الموحد يهبط لهم المؤشر باش يعاودوا يدفعوا الطلب ديال الامو التضامن، يا اما راه هزوهم الماء وخصهم يبداو يخلصوا امو الشامل. الناس اللي جاهم المؤشر فوق 39 على حساب شحال جاهم من 144 درهم وانت طالع، اللي هو دابا راه اختياري ولكن مستقبلا يقدر يولي اجباري. الفئه الثالثه هما الناس اللي كانوا في رميد وتحولوا الامو التضامن وداروا السجل الاجتماعي الموحد سجلوا فيهم الاسره ديالهم وجاهم المؤشر قل من 39 ودفعوا الامو التضامن وتقبلوا، وحتى هما جاهم هذا الميساج قالوا لهم راه المؤشر ديالكم طلع وما بقاش عندكم الحق في امو التضامن فابور، خصكم تخلصوا التغطيه الصحيه الا بغيتوها. هاد الفئه هادي كتنقسم لجوج اقسام، يا اما فعلا المؤشر ديالك طلع سير طلب السجل الاجتماعي الموحد، يا اما ما طلعش مازال قل من 39 وما تسوقش للميساج، بمعنى ما تسوقلوش. الا لقيتي المؤشر ديالك قل من 39 ما تسوقش لذاك الميساج. راه يمكن عرموا عباد الله اللي عندهم امو التضامن وصيفطوا لهم باش اللي فيه الفز يقفز. اذا هذا اللي تسجل في السجل الاجتماعي الموحد والمؤشر ديالو كان هابط، جوج حوايج، يا اما راه مازال هابط ما عنده ما يدير راه مسجل والمؤشر ديالو هابط، هذاك الميساج واخا وصلو راه ما كيعنيش، يا اما المؤشر ديالو طلع وما ساقش اخبار. خصو يطل على السجل الاجتماعي الموحد، الا لقى المؤشر ديالو طالع قالوا جوج حلول، يا يدير تحيين يحاول يعاود يهبطوا ولا يدخل معاه شي واحد ولا كان شي واحد خرج على حسب بغا يستافد من الدعم ولا شي حاجه يحاول يعاود يرجعوا ولا يحاول يدخل معاه وحدين اخرين، المهم يدير كاع الطرق اللي كتهبط المؤشر راه فين تكلمنا عليها. يا اما سيدي راه الا طلع ليه المؤشر فوق 39 كما قلنا قبل خصو يبدا يخلص الا بغى التغطيه الصحيه حسب امو الشامل اللي ولا جديد ديال الناس اللي غيخلصوا على حساب المؤشر ديالهم طالع. الفئه الثالثه ولا الرابعه هما الناس اللي ما كانوش في رميد ولكن تسجلوا ملي داروا السجل الاجتماعي الموحد تسجلوا فيهم الاسره ديالهم وجاهم المؤشر قل من 39 ودفعوا الامو التضامن وتقبلوا، وجاهم هذا الميساج حتى هما تيقول لهم راه طلع لكم المؤشر وما بقاش عندكم الحق في امو التضامن، سيروا الامو الشامل وبداو تخلصوا. حتى هما كينقسموا جوج اقسام، كاين قسم اللي فعلا المؤشر ديالو طلع هو ما ساقليش الخبار ولا ساق ليه الخبار وغمض عينيه قال خليني مستافد، هذاك نفس الشيء خصو يمشي يدير التحيين يحاول يهبط المؤشر ولا راه هزو الماء في امو التضامن وغيولي يخلص التغطيه الصحيه الا بغى يستافد منها. وكاين اللي ما طلع له المؤشر ما والو كما قلت هذا الميساج غادروا له كوبي كولي وبداو يصيفطوا لعباد الله كاملين اللي كان عندهم امو التضامن. فدخل للسجل الاجتماعي الموحد وهذه هي كلمه السر، هذا الميساج
راه كلمه السر ديالو هو دخل للسجل الموحد، شوف النقطه ديالك المؤشر ديالك فين وصل. اذا دخل للسجل الاجتماعي الموحد لقيتي المؤشر ديالك مازال قل من 932، راه ما كيهمكش داك الميساج واخا وصلك، مازال انت كاسره عندك الحق في امر التضامن، حتى واحد ما يقدر يحبسو لك، وهذا الشيء بالقانون ومن حقك. اذا هذه في المجمل هي الحالات اللي كتخص هذا الميساج هذا، اللي كما قلت راه جا الناس من البارح ومازال كيجيهم اليوم، وكاين اللي غيجيه مستقبلا اللي كيقول راه حبسنا لك امر التضامن، دوز مولاي الزين تخلص دابا الا بغيتي التغطيه الصحيه. هذه هي الحالات اللي كاينه ولا اللي يمكن تكون على حسب كل واحد وشنو خصو يدير وشنو خصو يتصرف. وشحال الناس كيتسائلوا على التوقيت ديال هذا الميساج وشنو كيعني، واش كيعني ان الدوله ولا الحكومه زات يدي على امر التضامن وغتقلب كل شيء يولي يخلص؟ واش كيعني ان بزاف الناس غيوليو يخلصوا؟ ممكن كاع اللي غيجي في المؤشر فوق 39 راه غيولي يخلص، هذا اكيد، سواء الا عنده شي حرفه راه غيخلص عليه مع العمال غير الاجراء، وإلا ما عندوش راه خصو يخلص على المؤشر ديالو، شحال ما طلع فوق 39 شحال ما كيطلع الخلاص. وبالنسبه للتوقيت، علاش التوقيت بالضبط؟ كنا تكلمنا مرارا وتكرارا، كنا كنقولوا ان السجل الاجتماعي الموحد كما انت الا ما عجبكش المؤشر كتدخل دير تحيين، كنتي داير جبوطات كدير بوطه، كنتي داير في التليفون كتشارجي قدا وليتي نقصتي منها، كانوا مسجلين معاك 3 الناس زدتي واحد باش يهبط المؤشر، كما انت كدير تغييرات وكتحين المؤشر باش يهبط، حتى الحكومه راه كطل وكدير تحيين من جهتها لذاك المؤشر باش يتقاد، كان غيهبط راه غتهبطوا ليك، كان غيطلع راه غطلعوا. وبزاف ديال الامور كنا تكلمنا ان الحكومه كطل فيها، الضوء، الماء، لاسيرونس، البنكه، التليفون، الانترنت، المحافظات، الضريبه، اي بلاصه يمكن تشري منها شي حاجه ولا تخلص فيها شي حاجه وتبان انك كتخسر فيها الفلوس ولا كتدخل منها الفلوس، الحكومه كطل فيها. وبزاف الناس كان عندهم شي ممتلكات ولا مصاريف وما صرحوش بهم وما صيفط لهمش السجل الموحد، ما قال لهم حتى حاجه، راه عندك محل، راه عندك موطور، راه عندك طوموبيل، راه عندك ارض فلاحيه، راه عندك شي حاجه فيها مدخول، ولا عندك شي حاجه كتصير فيها الفلوس، داير شي كريدي في البنكه. اغلبيه ديال الناس كان المتغير اللي كيجيهم هو ديال التليفون، كيصيفطوا له شي نمره تيقول لك هذه عندك فيها لابونمون كتخلص فيها 1000 درهم وانت ما مديكلاريش بها. ما كانوش كيتوقدوا بزاف الامور. يمكن الان بداو يطبقوا هذا الشيء هذا، يمكن الان بدات الحكومه كدير تحيين ومراجعه لذاك المؤشر، فبزاف الناس يقدروا يدخلوا يلقاو المؤشر ديالهم طلع ويلقاو متغيرات اخرى من غير ديال التليفون. وبزاف الناس خصوصا اللي عندهم التطبيق ديال الضمان الاجتماعي كيدخلوا مؤخرا كيلقاو الحق في التغطيه الصحيه ولا في غير نهار يومين سيمانه كاع، ما بقاش بالشهر بالجوج. وهذه حتى هي من المعطيات اللي كتاكد ان الامر بدا كيتراجع، بدا كيتزير، خصوصا ان الحكومه نزلت برنامج الدعم، فولا عندها الفم ولا الوجه باش تقول لك خلص. كاع الناس اللي ما بين 39 و 74 عندها الوجه دابا باش تقول له خلص، كنعطيك 10000 12000 وخلص 3000 ولا 4000 ديال التغطيه الصحيه فاش جاتك، غتشيت لك 6000 ولا 5000. داكشي علاش غالبا من مور هذا الميساج اللي ولا كيجي للناس غتم مراجعه المؤشرات بطريقه اكثر دقه، غتركز فيهم الحكومه مزيان وتقلب موراك مزيان باش الا فعلا كتشوف كتستحق امو التضامن مقرد مكحط ما كتكسر ما كتعلم، غتعطيك امو التضامن السيف عليها ما لقات عليك والو. الا لقات عليك قد هكا كيدخل ليك ولا شي مصاريف كتاكد ان عندك شي مدخول، غدوزك الامور الشامل وتقول لك خلص يا معلم. الله يعاونكم.